السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله نعمل مع بعضينا النهارده كيكه امهاتنا، كيكه زمان. الكيكه الهشه الفاتحه بطعمها الجميل. انا حطيت هنا 3 بيضات، وهحط كوب من السكر، وهحط كيسين فانيليا، والكوب اللي انا هعاير بيه السكر هعاير بيه الزيت هعاير بيه الدقيق. هو مج واحد او كوبايه واحده تعايري بيها كل حاجه. تمام. معاك ممكن تعمليها في خلاط، مضرب كهربائي، كبه، اي حاجه، مضرب عادي. بس المضرب العادي بتخفقي فيها حوالي بتاع 5 دقايق لحد لونها ما يفتح معاك. الكيكه بتبقى صفرة وبتبقى فاتحه من الضرب. ممكن تعمليها على طول. اللون الصفار بيفضل زي ما هو، فالكيكه بتحس انها صفرة شويه. انما لما بتضربيها وتخفقي فيها جامد، الكيكه بتفتح لونها. تمام. انا حطيت بشر ليمون، وبشر الليمون ده ما تخافيش ما بيمررهاش ولا بيزعقها ولا اي حاجه. ده بيعين الزفاره وبيدي طعم حلو جدا. وكمان ان احنا كمان هنضيف لها عصير من الليمون. يعني ده مع ده مش قادره اقولك على الطعم عامل ازاي. طبعا انا هنا كنت بريح ايدي شويه من الضرب، لانه طبعا بالمضرب العادي بياخد شويه كتار بخلاف الخلاط او المضرب الكهربائي. تمام. هنا شوفي فتح معايا واللون فتح معايا ازاي. هبدأ بقى اضيف هنا نص كوب من الزيت، وقليت شوية الزيت وحطيت معلقة سمنة بلدي. حابة تحط النص كله زيت تمام، بس معلقة السمنة البلدي دي بتدي الطعم في حتة تانية وبتخلي الطعم حلو قوي، وان شاء الله هتعجبكم. بتبدأي بقى تقلبي كده لحد الزيت ما يختفي تماما، ولو فيه سكر في الحالة دي فالتوقيت ده بقى خلاص المفروض ان هو بيختفي. هبدأ اضيف بقى كوب من اللبن بدرجة حرارة الغرفة، له ساخن وله ساقع. تمام. لو مطلعاه من التلاجة ممكن تدفيه شوية على النار، بس برضو ما يكونش سخن. برضو انا عايزاه دافي يا دوبك بس. هقلب بقى زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اضيف بقى 2.25 كوب من الدقيق. طبعا انت ضيفيهم على مرتين، على مرحلتين. انا ضفتهم مره واحده لان ابني كان بيعيط وما كانش ساكت، فضفتهم على طول. وانا معايا كيس كيك شيف. تمام. بضيفه كله، وببدأ بقى في اتجاه واحد، ببدأ اقلب كل المكونات كده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم، وان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم، وفعلا هتحسي ان الكيكه فعلا دي يعني طعمك بتوديكي في حته تانية. الكيكه دي فعلا محببه على قلبي، وانا اكتر كيكه فعلا بستطعمها وبحبها. التزمي بس بالمقادير وان شاء الله هتطلع معاكي تجن. هبدأ بقى اقلب كده من تحت لفوق، وهجيب ونبص بقى هنا هضيف معلقتين من عصير الليمون. ما تقلقيش يا جماعه، العصير بيفتح لونها وبيخليها هشه وطريه. بجد قطرة دي ممكن يعني قطرة كيكة ممكن تعمليها. والليمون بيدي نكهة حلوة، مش قادرة اقول لكم على ريحتها بتبقى عاملة ازاي. هجيب صينية بقى هدهنها بمعلقة زبدة، وهبطنها بدقيق، وهبدأ بقى اقلب كده بالسباتولا من فوق لتحت لا يكون في اي حاجة. وهدخلها على درجة حرارة 180. هتقعد معايا من 35 دقيقة ل40 دقيقة في الرف الوسطاني. لو احتاجت شواية بولع لها، ما احتاجتش خلاص. بس ما بفتحش البوتاجاز عليها لحد ما بتستوي. ان فتحت البوتاجاز عليها هتهبط مني. تمام. هبدأ بقى ادبها دبتين كده على الرخامة عشان الهواء اللي فيها يطلع، وبخلة كده رايحة جاية بيها علشان ما تقبش من مكان ومكان لأ. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش باللايك والشير. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. بصراحه بقى شكلي وحش قوي، نفسي اكمل ال1000 مشترك. طبعا بكم ان شاء الله هكمله. كده بقى كانت طلعت معايا. شايفين هنا بقى انا حطيت لها معلقه عسل، او ممكن سيرب بتاع الكنافه او الحلويات لو عندك. هنا طبعا انا اللقطه دي ما بانتش، انا حطيته بالفرشه كده رايحه جايه كده، مسحتها كده من على الوش، وضفت لها حبه حبه من الفول، ممكن جوز الهند، ممكن اي نوع مكسرات زي ما انتي بتفضليها. تمام. اللي حباه يعني. هنا بقى شايفين شكلها عامل ازاي ولونها فاتح وعامل ازاي. بجد يا جماعه والله العظيم دي من احلى الكيكات اللي انا جربتها وعملتها. بجد طعمها حلو جدا. تحس ان هي بتدوب في البق. فاكرين النايت بتاع زمان؟ هي عامله زي النايت بتاع زمان ده. والله العظيم حلو قوي. ان شاء الله هتجربوها وتعتمدوها. وهتقولي لي برضو ان انتوا جربتوها وطلعت معاكم حلو.
شايفين من جوه؟ ده كمان الاضاءة والله ظلمة، الاضاءة يعني مش حلوة خالص عندي، ففعلا ظلمة الحاجة والله. هطلع كمان معاكم واحدة وافتحها لكم كمان واوريكم قد ايه هي هشة وقد ايه هي طرية وحلوة، وارتفاعها يعني كويس الحمد لله رب العالمين. شايفين طرية من جوه عاملة ازاي؟ لازم البيض بدرجة حرارة الغرفة، اللبن بدرجة حرارة الغرفة. ده يا جماعة الحاجات دي بتساعد على ان الكيكة ما تهبطش او ما تفشلش منك. البوتاجاز ما تفتحيش عليها طول ما هي بتستوي، ما تفتحيش تماما عليها. بعد ما بتطلعيها بتسيبيها لما تهدى خالص من السخونة بتاعتها. انا كنت هقطعها وحسيت ان هي هتتفرول مني، فانا سبتها على الرخامة شوية لما تبرد. برضو ما تقطعهاش وهي لسه سخنة. شايفة طرية من جوه عاملة ازاي؟ تسيبيها لما تبرد تماما وبعد كده تقطعيها. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير. دمتم بخير والسلام عليكم.